يا أهل المغرب، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، مش من الجزائر، من اليهود الصهاينة المعتدين. دور الأيام ويدوروا عليكم ويحتلوا بلادكم وتستنجدوا بالجزائر باش يتحركوا، والأيام بيننا. الله قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كان من الأجدر المخطط ليا أهل المغرب، مش كلهم أكيد، فيهم الناس طيبين، فيهم الناس العاقلين، فيهم العلماء، فيهم أهل القرن. لا أتكلم عن الفئة، أتكلم على عامة الشعب الذي ينساق. ما زال يا جماعة في القرن 21 ما زال واحد يبوس يد واحد. سبحان الله، سبحان الله. لا ركوع ولا سجود إلا لله. أنا نذكر فيكم يا إخواننا من المغرب، أنا نذكر فيكم لازم تكونوا مع الجزائر اللي راهي تصول وتجول لوحدها في هيئة الأمم المتحدة، تصول وتجول لوحدها، تصول الجزائر، تصول وتجول لوحدها من أجل كلمة الحق، من أجل ما تبقاش فلسطين وحدها وغزة وحدها. الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة، ومع ذلك قال لك نقولوا كلمة الحق ولو على رقابنا، لأننا ذقنا الظلم، ذقنا الاضطهاد، ذقنا كل شيء. نذكر إخواننا في المغرب، يا إخواننا في المغرب، ما هذا موقفكم، مش لازم يكونش هذا موقفكم. يروح هذا الأمير، أخي بشر هو، ما نصرش غزة، اللي ما نصرش غزة يروح يروح، اللي ما نصرش الضعفاء يروح يروح، اللي ما نصرش المقاومة يروح يروح. مع أن ما نديروا به، ربي يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الوقت هذاك اللي قاعدين تخطوا فيه وديروا خريطة وديروا فيها الصحراء الغربية، وقاعدين جايين من المغرب للجزائر والطيارة جابتكم، جهد كبير وأموال طائلة. هذا الهم كل اللي درتوه، كل هزيتوه الصارد وشريتوهم ماكلة وديتوهم لأهل غزة، مش أفضل؟ مش أفضل؟ ما زال لنا وقت نديروا الفتن يا أحبة رسول الله. اليهود يخطوا لكم. عجبت وما لي لا أعجب، معليش. ومع ذلك ستنتصر غزة وستنتصر فلسطين. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. احنا الجزائر نحبسوا البالو هذيك، ما نلعبوش البالو، احنا ما نلعبوهاش، ماناش راح نموتوا بالشر، ما نلعبوش البالو. بطلنا يا سيدي، بطلنا ايديكم، خذوا الشياه والحمير والبقر فقد اخذنا عنكم رب البشر. ما عندناش وقت، ماناش نتيم بالبالو احنا درك. الان انا نتيم بغزه، فريق المقاومه اللي راهو يجاهد ويمحو العار على امه باسرها. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال.